انسي البيض واعملي القرنبيط الكريزمي من دون بيض، وكمان بمكون سحري هتضيفيه في الزيت هيخلي القرنبيط بتاعك مقرمش ومش هيشرب زيت. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اتمنى من كل اخت بتتفرج عليا تدعمني بلايك، وكمان تكتب لي كومنت حلو زي هتشجعني بيه ويشرفني. لو انت لسه اول مره تشوفي قناه تشتركي في القناه. هنا بقى جبت بقى القرنبيطه وسلقتها، حسيت الصراحه ان الموضوع مش مستاهل انا اصور لكم القرنبيطه وهي بتتسلق. طبعا كل بنوته وست بتتفرج عليا شطوره، احنا طبعا بنشجع بعض. انا طب اللي حابه برضو تعرف انا سلقت القرنبيطه ازاي، حطيت حله الميه على النار، وطبعا كنت غسل القرنبيطه كويس، او مجرد ما الميه غلت نزلت بنص معلقه من الملح ونص معلقه من الكمون، ونزلت بالقرنبيطه وسلقتها بس ما تسلقهاش جامد. وبعد كده ابتديت ان انا اقطعها رفيع. هنا بقى جبت بوله غويطه وبوله مستطيله، يعني حسب المتوفر عندك. نزلت بقى بنص كوبايه من الدقيق هنا، ونزلت بنص كوبايه من الدقيق هنا، بس كتري في البوله المستطيله شويه دقيق عشان ايه ده الكفر اللي احنا هنعمله. نزلت بقى بالتوابل، يعني من نوع التوابل كلها نص معلقه، بابريكا بقى وفلفل اسمر وكمون وكاري وكركم وبصل بودر وتوم بودر، هسيب لكم برده مقادير في صندوق الوصف. ونزلت طبعا بالملح، بس الملح طبعا حسب الرغبه. ونزلت بمعلقتين من النشا هنا ومعلقتين من النشا هنا، يعني اعتبر استخدمنا 4 معالق من النشا كبار، ما تستخسريش في النشا بالذات. ونزلت بمعلقه بيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر هو اللي هيعوضنا عن البيض. طبعا احنا طبعا كنا بنحط بيض عشان البيض يطلع لون منفوش، بس للاسف البيض غالي، عشان كده هنستغنى عنه دلوقتي عشان الناس اللي هي مش مقدرتها اللي هي تجيب بيض. طبعا احنا طبعا طالعين نعمل وصفات عشان نشجع بعض، وفي نفس الوقت البنانيت اللي لسه متجوزه جديد اللي هي ايه تتعلم من الوصفات اللي على النت وكده. طبعا احنا طبعا كلنا اتعلمنا، مفيش حد اللي هو مثلا اتخلق اللي هو متعلم، لا كلنا اتعلمنا. ومش عيب اللي انت تقولي ما بعرفش، احسن ما تعملي الحاجه وتبوظيها. طبعا البيض الايام ديت غالي قوي، عشان كده حابه ان انا اعمل لكم وصفات حلوه قوي وكمان من دون بيض. هنا بقى قلبت بقى الدقيق مع التوابل والنشا بقى اللي احنا حاطينها وبيكنج باودر كويس قوي. ورحت جبت اللهم صل على النبي المقطع ده ازاي ما اتصورش. بقيت البولة بقى التانية اللي احنا حطيناها، نزلت بحبة من عصير الطماطم، يعني نص كوباية من عصير الطماطم، ونزلت بكوباية من المية، وابتديت اقلب كويس اوي. ونزلت كمان بحبة من الكزبرة، انا بحب اضيف على القرنبيط كزبرة بس سامحوني والله ما خدتش بالي اللي المقطع دوت ما اتصورش، سامحوني سامحوني سامحوني. وابتديت بقى اقلب بقى كويس قوي، بس الميه تنزلي بيها واحده واحده لغايه لما تشوفي القوام المظبوط قدامك. بعد كده بقى هتجيبي القرنبيط وتعملي الكفر. الاول هتنزلي في الخلطه اللي احنا عاملينها بالطماطم والميه والكزبره والدقيق والنشا والتوابل، وبعد كده هتعملي الكفر. بس اهم حاجه وانت بتعملي الكفر اللي انت ما تكبسهاش قوي عشان الكفر ما يبقاش تخين وما يبقاش حلو، لا يعني زي ما انتم ما شايفين انا بعملها من فوق الوش وفي نفس الوقت بنفضها. تعالوا بقى نحط المعلقه السحريه في الزيت. طبعا انا هنا حطيت الزيت على النار بيسخن، ورحت نازله بمعلقه من النشا. المعلقه ديت بتخلي لك القرنبيط بتاعك مقرمش وبيبقى حلو جدا، وفي نفس الوقت القرنبيط ما بيشربش زيت. هعمل بقى الكفر واروح منزله في الزيت على طول. واهم حاجه تنزلي القرنبيط والزيت سخن، يعني الزيت يبقى سخن وبيغلي، وتروحي بقى مقلبه على طول لغايه اللون اللي انت حباه. يعني انا بحب اللون الذهبي الحلو دوت، بجد بجد الكاميرا هتبقى ظلماه. هنا بقى هنقلب، شايفين اللون عامل ازاي وشايفينه مقرمش الكفر متماسك. زي ما قلت لك وانت بتعملي في الدقيق ما تخلوش اللي هو مثلا يعني تهرسيه جامد في الدقيق، او اللي هو ما يعملش طبقه تخينه، او لا احنا عايزين الطبقه اللي احنا عملناها او الكفر اللي هي كده تبقى رفيعه وبتبقى مقرمشه في نفس الوقت. هنا بقى هكمل انا بقيه الكميه مع نفسي، بس هكون بقلي معاكم. لو وصلتوا بقى للحته ديت عايزه بقى كل اللي بيتفرج عليا يقول لي بيتابعني من اي بلد، وكمان ايه رايكم في فيديوهاتي بتعجبكم ولا لا، ولو حابين ان انا اغير حاجه فيها، او كمان ان انا اغير حاجه في المطبخ. ولو حابين كمان ان احنا نعمل فيديوهات روتين مع بعض اللي احنا نشجع بعض بيها، او احنا مثلا بنصور فيديوهات الاكل نتكلم مع بعض في حاجه مفيده. ممكن طبعا نقدر ان احنا مثلا ننصح بعض، انصحكم بحاجه او انتوا مثلا تنصحوني بحاجه في الكومنتات. احنا طبعا اخوات وصحاب، انا بعتبركم كده، الله اعلم بقى انتوا بتعتبروني ايه، بس انا بجد بجد من قبل ما اشوفكم بحبكم قوي قوي في الله. اكيد طبعا يعني لما اكبر بيكم ان شاء الله ربنا طبعا يرزقني ويكرمني من فضل ونعمته عليا، اكيد طبعا هكبر بيكم من بعد ربنا سبحانه وتعالى. بقى هنعمل هدايا وجوائز وحفله كبيره قوي ان شاء الله يعني انا املي في ربنا كبير قوي قوي قوي، وانتوا طبعا من بعد ربنا. ساعتها هعمل بقى جوائز لكل بنوته بتتفرج عليا، وهعمل لكم هدايا حلوه قوي قوي بجد، ده وعد مني يعني ليكم. يعني انا حاطه الصراحه املي ان القناه دي تنجح، ويعني بحلم حلم، يعني حلم كبير قوي قوي يعني. شايفين بقى شكل القرنبيط عامل ازاي؟ طبعا انا رغايه وبرغي،
انا عارفه ان انا صدعتكم، بس تعالوا بقى نشوف بقى شكل القرنبيط ونبطل رغي. اقفل يا بق شويه. شايفين شكل القرنبيط من جوه عامل ازاي؟ حلو قوي، طري وفي نفس الوقت كريزمي ومقرمش، ومن جوه طري جدا. شايفين شكل الكفر عامل ازاي؟ متماسك، حلو قوي قوي قوي. اتمنى بقى اللي بجد ان انتوا تجربوه ترجعوا في الكومنتات تقولوا ايه رايكم. وكمان ما تنسوش اللايك 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 يا امارات، انت وهي هو اللي بيرفع لي الفيديو. كومنت حلوه زيكم تشجعوني بيه في رعايه الله.